يلا بينا النهاردة نفصص شخصية قناص الشوارع من كلماته، وخلونا نتفق من الأول، ده مش مجرد تحليل عادي، ده يعتبر كورس مكثف في فنون الخناق بالكلام. ركزوا كده في البداية. مفيش سلام عليكم، مفيش ازيكم، لا لا. هو دخل على طول في المفيد. أنا عاوز الخلاصة. من أول ثانية بيفرض سيطرته وبيقول للكل أنا اللي بقرر الكلام هيبدأ إزاي وإمتى. طيب عشان نفهم مين الشخصية دي لازم نشوف السي في بتاعه الأول، والسي في هنا مش شهادات وخبرة بقى، لا، ده عبارة عن مقارنات كل واحدة أتقل من اللي قبلها. وشوفوا بقى أول استعراض للقوة. الفرق مش بسيط، ده فرق سما وأرض. يعني مش مجرد بيقول كلام أكتر، لأ، ده بيقول لو أنت مجرد كلمة فأنا بحر كلام، بحر. متخيلين الحجم؟ بعدها بنعلي بالليفل خالص. المقارنة هنا مش مجرد حجم، دي قوة ساحقة. لو انت راجل واحد أنا كتيبة كاملة، يعني المواجهة مش ند لند خالص، ده جيش قصاد فرد. ونيجي بقى لأكتر مقارنة عجباني الصراحة، عشان كوميدية جدا وفي نفس الوقت في الصميم. فيسبا وعربية، يعني مش محتاجة شرح، تفوق في كل حاجة، في الشكل، في السرعة، في القوة. مقارنة بسيطة بس لخصت الدنيا كلها. وهنا بقى بندخل في المنطقة الغامة. للوهلة الأولى ممكن نقول الفرق بين كارثة ومصيبة، بس لا، في فرق. هو كأنه بيقول حتى في الشر وفي الخراب أنا برضو الليفل الأعلى، أنا النسخة الأشرس والأخطر. طيب خلصنا من هو شايف نفسه ازاي، تعالوا بقى نشوف هو شايف أعدائه ازاي، أو زي ما بنقول كده معرض الوحوف بتاعه. القايمة بتاعته بقى حديقة حيوان متكاملة، عقارب عشان الغدر، تعابين عشان الخداع والمكر، والقرود، ودي بقى للفوضى والهبل، يعني من كل فيلم أغنية، كوكتيل خيانة على الآخر. والجملة دي بقى الخلاصة. هو مش بس شايفهم حيوانات، لا، ده شايفهم فشلة. ده سيرك يا خال. يعني مش بس قرود، دي قرود مش عارفة تعمل شغلها حتى. إهانة ما بعدها إهانة. تمام، عرفنا هو مين وعرفنا أعدائه مين. طب إيه بقى نظام اللعب معاه؟ إيه القواعد؟ هنا بقى المفاجأة. المبدأ بتاعه بسيط جدا وواضح زي الشمس، مفيش قوانين. انسوا بقى فير بلاي وحكم ومش عارف ايه. هنا اللعب على المكشوف، القوي هو اللي هيكسب والباقي بره. وهنا بقى لازم نقف عند مصطلح مهم قوي، معاملة الحواري. لو هنشرحه كده بشكل علمي هنقول هو نظام للتعامل بيعتمد على قوانين غير مكتوبة وقاسية غالبا، يعني الأولوية للقوة مش للقواعد، بالبلدي كده قانون الشارع. خلاص، احنا كده في الأمتار الأخيرة، وصلنا للضربة القاضية، التشبيه الأخير اللي بيقفل اللعبة كلها. وهي دي الجملة اللي بتلخص الحقيقة كلها وبتدينا اسم الشخصية دي. لو انتوا ديابة أنا قناص. تعالوا نفصص التشبيه ده شوية. الديابة قوة غشمة، بيمشوا في جماعات، بيعملوا دوشة وفوضى. لكن القناص لا، ده واحد لوحده، بيشتغل بدقة، معاه تكنولوجيا أقوى ومحدش بيشوفه أصلا. هو ده التفوق الحقيقي، القوة الذكية ضد القوة الغشمة. ونلف نلف ونرجع لنفس النقطة اللي بدأنا منها، الخلاصة. يمكن الخلاصة في النهاية هي سؤال لينا كلنا، هو إيه فعلا قوة الكلمة؟ إزاي شوية كلمات مرصوصة جنب بعضها ممكن تخلق شخصية بالهيبة والقوة دي كلها؟ سؤال يستاهل نفكر فيه.